السلام عليكم. في هذا الفيديو الجديد المخصص للبريد بانك، القناة ديالنا ولله الحمد فيها ما يكفي من الفيديوهات الخاصة بالبريد بانك، وكنعتمدوا فيها غالبا على التجارب ديالنا الشخصية، التجارب ديالنا، الاحتكاك ديالنا مع البريد بانك، سواء بالنسبة لي وبالنسبة للأفراد من الأسرة ديالي، وبالنسبة للأفراد اللي كنتلاقى معهم مرة خصوصا الموظفين في القطاع العام. الأغلبية ديالهم عندهم الحساب في البريد بانك، وكنتناقشوا في هذه الأمور هذه، وبعض المرات فلاشين هنا كتجينا مجموعة من التعليقات اللي كنحاولوا ما كنجاوبوا عليها. واليوم إن شاء الله غادي نخصص هذا الفيديو هذا لواحد الحاجة اللي هي مهمة، هي الديون أو القروض أو السلف. واش يمكن ليا مثلا أنا إلا خديت قرض باقي كاع ما كملتو ناخذ قرض آخر؟ وكاينين مجموعة من الأسئلة اللي كطرح وغادي نحاولوا نجاوب عليها في هذا الفيديو هذا. البنك دائما كيقدم مجموعة من العروض، مجموعة من الباقات. غالبا كاين القرض ديال الاستهلاك، القرض ديال السكن هو اللي كثير بزاف. التمويل الشخصي كيدخل فيه بزاف ديال الحوايج. في التمويل الشخصي مثلا شي واحد باغي يجهز المحل ديالو، مثلا قاعد باغي يدير شي مشروع صغير، خصو واحد المبلغ ديال الفلوس مثلا باش يجهز شي محل، شي مكتبة صغيرة، شي لعيبة بحال هكا، كيقلب على شي تمويل بسيط، كيمشي للبريد بانك. كاين لا ديجا عندك الحساب في البريد بانك، ما غاديش تلقى المشاكل، ما غاديش تلقى المشاكل الا كنتي متقاعد ولا موظف في القطاع العام، ما غاديش تلقى المشاكل. ولكن الا كنتي ماشي موظف، خصك توضح مجموعة من الأشياء، خصوصا إلا كنتي مثلا تاجر ولا مهنة حرة. غالبا غادي تحتاج مجموعة من التوضيحات باش يتم الموافقة على الملف ديالك. وفي هذا الفيديو هذا بغيت نجاوب واحد الأخ قال لي واش يمكن ليا ناخذ قرض آخر واخا أنا باقي ما سددتش القرض اللي خديت. غادي إن شاء الله نمشيو للموقع ديال البريد بانك. أنا كناخذ دائما المعلومات ديالي من الموقع ديال البريد بانك باش ما نزيد حتى شي حاجة من راسي. كنمشي للموقع ديال البريد بانك وكناخذ منه الأجوبة، حيت الموقع ديال البريد بانك فيه كل شيء وفيه المعلومات صحيحة بطبيعة الحال. هل يمكنني الاكتتاب لعدة قروض في نفس الوقت؟ نعم، لا يوجد ما يمنع الاكتتاب لقروض مختلفة في نفس الوقت. السكن، الاستهلاك. تهتم البنوك أكثر بالتحقق من أن نسبة دينك لا تتجاوز الحدود الموضوعة حتى تتمكن من سداد قروضك دون صعوبة وتجنب الإفراط في المديونية.